السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله عز وجل. في هذا المقطع سوف نعرض لكم تصنيف الفيفا لشهر أبريل 2019 للمنتخبات العربية والعالمية، خلوكم مع المقطع. للتنويه فقط، المقطع السابق لتصنيف الفيفا لشهر فبراير جاني كثير من التعليقات أن التصنيف خاطئ وأنها أرقام مغلوطة. هذا التصنيف تصنيف رسمي من الفيفا وليس من عندي. رابط الفيفا في الديسكريبشن بحطه لكم، تقدر تدخل عليه وتتأكد من المعلومة بنفسك. تصنيف أفضل 10 منتخبات عربية لشهر أبريل لعام 2019. المركز الأول المنتخب التونسي بالتصنيف 28 على العالم. المركز الثاني المنتخب المغربي بالتصنيف 45 على العالم. المركز الثالث المنتخب القطري بالتصنيف 55 على العالم. المركز الرابع المنتخب المصري بالتصنيف 57 على العالم. المركز الخامس المنتخب الإماراتي بالتصنيف 67 على العالم. المركز السادس المنتخب الجزائري بالتصنيف 70 على العالم. المركز السابع المنتخب السعودي بالتصنيف 72 على العالم. المركز الثامن المنتخب العراقي بالتصنيف 76 على العالم. المركز التاسع المنتخب السوري بالتصنيف 83 على العالم. المركز العاشر المنتخب اللبناني بالتصنيف 86 عالميا. تصنيف أفضل 10 منتخبات عالميا، لا زال المنتخب البلجيكي المصنف الأول عالميا، ويليه المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، المنتخب البرازيلي في المركز الثالث. وشاهد في هذا الشهر تقدم المنتخب الإنجليزي إلى المركز الرابع، وتراجع المنتخب الكرواتي إلى المركز الخامس، وأيضا تقدم المنتخب الأردواني إلى المركز السادس، وتراجع المنتخب البرتغالي إلى المركز السابع. وحافظ المنتخب السويسري على تصنيفه في المركز الثامن، ومنتخب اسبانيا حافظ على ترتيبه في المركز التاسع، ومنتخب الدنمارك حافظ على تصنيفه في المركز العاشر. وهذا تصنيف بقية المنتخبات العربية، حيث يحتل المنتخب العماني التصنيف 86 على العالم، والمنتخب الأردني التصنيف 97 على العالم، والمنتخب الفلسطيني التصنيف 99 على العالم، والمنتخب البحريني بالتصنيف 111 عالمي. وتراجع المنتخب اليمني إلى التصنيف 146 على العالم، وتراجع منتخب الكويت إلى التصنيف 156. وأيضا يحتل المنتخب الموريتاني بالتصنيف 103 عالميا، والمنتخب الليبي بالتصنيف 105 عالميا، ومنتخب السودان بالتصنيف 130 عالميا. زال المنتخب الإيراني يتصدر أفضل المنتخبات الآسيوية في التصنيف العالمي، حيث يحتل المركز الأول آسيويا، ويليه المنتخب الياباني، ويليه المنتخب الكوري الجنوبي، ويليه المنتخب الاسترالي، ويليهم في المركز الخامس المنتخب القطري. أما في قارة أفريقيا فما زال المنتخب السنغالي هو المركز الأول في أفريقيا، حيث يحتل التصنيف 23 عالميا، ثم يليه المنتخب التونسي في المركز الثاني أفريقيا، المنتخب النيجيري في المركز الثالث، والمنتخب المغربي في المركز الرابع، والمنتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الخامس. في نهاية المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع وتفعيل زر التنبيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.